بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وينعاد عليكم بالخير. نصلي على النبي ونذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هنعمل مع بعض النهاردة كفتة. نص كيلو لحمة. معانا نص كيلو لحمة، ومعانا بصلاية واحدة، ومعانا قرن فلفل أحمر. هضربهم في الكبة. نقطع البصلاية كده في الكبة. كده يا حبايبي انا ضربت البصل نص ضربه كده عشان ينعم معانا. بقى احط الفلفل معاه. لما احط الفلفل طبعا هينزل ميه وينعم معانا، عشان مش عايزه البصله خشن. الكبه دي ضعيفه شويه، مش زي الكبه التانيه. قرن الفلفل ده بيدي تسكيره حلوه يا حبايبي. انا فرمتها ناعم خالص اهي. هي طولت معايا شويه عشان الكبه بس ضعيفه، بس فرمتها ناعم اهي. قرن الفلفل معاه الاحمر ده بدي لون للكفته وبدي تسكيره كده للكفته جميل. كده هنسيبها لما تصفي ميتها خالص، عشان مش عايزه فيها ميه خالص عشان الكفته ما تفكش معايا. كده هسيبها لما تصفي ميتها خالص اهي، زي ما انتم شايفين اهي. الميه اهي تحت اهي. هتصفي ميتها خالص، وبعدين نبقى نحطها على الكفته. القرن الفلفل ده بدي تسكيره للكفته حلو. يا حبايبي لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، عشان القناه تكبر بيكم كده وتكبر ليكم، وربنا ما يحرمنا منكم ولا من دعمكم ليا ولا من وقفتكم جنبي. ربنا يجازيكم كل خير ويجعله في ميزان حسناتكم يا رب. انا هنا اهو عصرتها، بس برضو هتاكد برضو اعملها بايدي. انا غاسله ايدي والنظيفه، اعملها بايدي كده. برضو بنزل منها ميه ولسه، عشان ما يبقاش فيها ميه خالص. ضروري برضو ان انت هتعملها بايدك، مش حكايه المصفى بس، عشان ما يبقاش اخد التفل بس بتاع البصل. كده يا حبايبي ما عادش فيها ميه خالص اهو. احطها على الكفته وارجع اخد الحبه اللي باقيين. نكورهم كده واعصرها جامد عشان ما يبقاش فيها ميه تخلي الكفته تفك معايا. يا حبيبي بقى اهو. اغسل ايدي بس وارجع. ميه البصل فضيتها في الطبق دي كده، احط عليها معلقه زيت عشان مش هنرميها. دي اللي هنصبع بها الكفته. احط عليها معلقه واحده زيت، ومعلقه صلصه صغيره، وهنا ده فلفل اسمر على كمون. فلفل اسمر على ملح قصدي. ده فلفل اسمر على ملح. واقلبها كده في بعضها،
ودي يا حبايبي مش هسيبها بره قبل ما الكفته تتشمع، لا مش هسيبها بره، انا هحطها في التلاجة عشان ايه؟ عشان ريحه البصل وكده ما تعملش ريحه. كده بقت جاهزه معانا اهي، هحطها في التلاجة. انا كده حطيت ميه البصل في التلاجة يا حبايبي، ودي الكفته معانا اهي عليها البصل والفلفل. هننزل بقى عليها بكيس بهارات كفته، معايا كيس بهارات كفته، الكيس ده بيبقى فيه جميع كل حاجه. انزل عليها بكيس البهارات كده. ومعايا هنا انا مش بكتر لها بهارات يعني، معايا هنا معلقه كمون صغيره، ومعايا معلقه فلفل اسمر صغيره، ومعايا معلقه بابريكا عشان بس لون الكفته وكده وتخليها زي المدخنه كده، عشان انا ما بحطش عليها فحم يا حبايبي، ما بشوهاش يعني مع فحم يعني. ودي معلقه ملح صغيره عشان معانا كيس بهارات الكفته، طبعا بيبقى فيه ملح وفيه كل حاجه، عشان بس الملح ما يعلاش معاكي وتبقى حادقه. ننزل عليها بالبهارات كده. ومعايا هنا كيس بيكنج باودر عشان الكفته تبقى نافشه معانا كده مش مكتومه، كيس بيكنج باودر. هو الكيس عموما يعني فيه معلقه كبيره، مش فيه كتير. وكده هقلب الكفته بقى مع بعضها كده، مش هينفع اقلب بايديا كده، اقلب الكفته كده بصوابعي كده مع بعضها. ضروري الكفته تتعجن حلو، ضروري الكفته تتعجن حلو يا حبايبي، لما تطلع الانسجه اللي فيها كده تبقى خيوط، عشان تبقى معاكي حلوه وناعمه وحلوه ومتماسكه ما تفكش منها، ولا محتاجه ان انت تضربها في الكبه ولا حاجه، هي بايديكي كده هتعمليها. هي بدات تطلع خيوط اهي، بس لسه هنعجن فيها شويه حلوين. اهم حاجه ايه؟ عجن الكفت. يا رب السنه الجايه كده اللي نفسه يبقى على جبل عرفات كده، يا رب نبقى يحققكم كل ما تتمنوا كده، واللي نفسه في عمره يعملها، واللي في نفسه في حج يعمله، يا رب ويحقق له كل ما تتمنوا يا رب، ونجعلها ايام سعيده عليكم وايام مباركه عليكم وعلى اولادكم، يا اللهم امين يا رب العالمين يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هعجنها يا حبايبي بقى واوريها لكم بعد ما كده. يا حبايبي نسيت اقول لكم ان انا جبت معلقه، انا ما عنديش خضره فريش، فالخضره بتديها طعم حلو وريحه حلوه. انا حطيت هنا معلقه عندي في الفريزر، بس حطيت هنا معلقه خضره صغيره اهي، نسيت اقول لكم. وعشان انا حطيت معلقه الخضره الصغيره ديت وهي كانت في الفريزر طبعا هيبقى فيها ميه، فهنا معايا معلقه دقيق واحده اهي تمتص اي ميه في الكفت. معلقه الدقيق ده اهي تمتص اي ميه في الكفت، معلقه واحده بس، واكملها بقى عادي. وكده انا خلصتها عجنه اهي، يعني بس غسلت ايديا بس كده، خلصتها عجنه اهي. شفت بقى لما بقت الانسجه بتاعتها عامله كده اهي، انا بوريها لكم يعني بالمعلقه عشان انا غسلت ايديا. وكده بقى هدخلها التلاجة تتشمع شويه وبعدين اصبحها. شمعت معانا اهي، طلعتها من التلاجة وشمعت معانا اهي. معانا ميه البصل هنا، انا العيدان عندي خلصت بتاعه الكفته، فقلت هعمل على المعلقه الخشب دي، بس امسحها الاول كده من ميه البصل عشان لما اجي اشد الصبع من عليها ينزل. وهنا اخد حبه ميه بصل كده، اعملها كده سوا معاكي كده. تلاقيتها زايده برضو قطعي منها حته عادي، بس عشان يعني الواحد بيعمل الصبع كبير كده شويه عشان لو كشت ولا حاجه يبقى الصبع ماسك نفسه. وصبعها معاكي كده. كفته الشمعت معانا حلو.
صابع مليان وكل حاجه. امسحه برضه مسحه كده. تاخديها على ايديكي برضو كده وتلفها في ايديكي كده زي الكرة كده، وبعدين تصبعيها. هكمل بقية تصبيع الكفتة وارجع معاكم تاني. وبكده يا حبايبي انا خلصتها تصبيعي اهي، صبعتها اهي. انا هنا حطيتها على مصفى عشان حطيت هنا ورقة فويل في الصينية. هنا حطيت ورقة فويل اهي، وحطيت المصفى عشان انا ما عنديش شبكة، فقلت اتصرف يعني واعملها كده. حطيتها على مصفى كده، وهنا معايا لسه 2 اهم، اما حاجة تستوي من هنا اقوم شايلاهم وحطهم مكانهم. هنا معايا حل على النار، هنعمل شويه رز بسمتي. نعمل رز بسمتي. هنا معايا حل على النار، احط شويه زيت كده. معايا حل على النار اهي، هعمل رز بسمتي. حطيت فيها شويه زيت، اعلي بس النار. حطيت فيها شويه زيت، الزيت بس يسخن معانا، وهنزل بالتوابل كده تتحمص معايا شويه. انا كده حطيت الكفته في الفرن عبال ما هي تستوي واكون عملت الرز البسمتي. وما تنسوش في اللايك يا حبايبي، وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. كده الزيت سخن معانا اهو. هنزل ب3 ورقات لوري، وواحدة لومي، و3 حبهان، وعود قرفة، و3 كبابصين. نشوحهم كده. نشوحهم كده لما ريحة التوابل دي تطلع معانا، تبقى ريحتها جميلة وحلوة. نشوحهم كده في الزيت شوية. كده اتحمصوا معانا اهو. هنزل بالبصلة. معانا بصلة متوسطة اهي، هنزل بيها. نجيب تشويحة كده. انا مش بحمر البصله، انا بدبلها بس، يعني بصله الرز البسمتي انا بدبلها بس، مش بتحمر ولا حاجه. هنزل عليها هنا بمعلقه كبيره بهارات رز بسمتي، تديها ريحه كده وبرضه تتحمص مع البصله والتوابل. عايزه كده يا حبايبي تدعموني بكومنتاتكم الحلوه اللي بتدي الواحد طاقه ايجابيه كده ان هو يعمل فيديوهات. والله انا بقالي فتره ما صورتش، يعني كنت تعبانه وبقالي فتره ما صورتش، والله المستعان قلت بقى اصور اي حاجه عشان يعني ايه، ما ينفعش كده، ما ينفعش ان انا ما اصورش، اقعد فتره طويله ما اصورش. كده البصله دبلت معانا اهي. هنا انا غاسله الرز البسمتي، هنا غاسلاه ومصفيه اهو في المصفى. انزل بيه هنا كده.
انزل بقى يا حبايبي واديله تقلبه كده. اديله تشويحه كده مع البصله والزيت والبهارات دي. التشويحه دي بتخليه مفلفل معاكي وبتخليه زي العسل. ننزل هنا يا حبايبي بمعلقه كركم، معلقه كركم كده. وهنا بقى هنزل بالميه بتاعت الرز. هو كده اتشوح معانا اهو كده. هنزل بالميه بتاعت الرز. الرز البسمتي يعني بتزودي له الميه شويه عن الرز المصري اللي هو العادي. كده بقى هجيب له المرقه واجيب له الملح. كده هنزل له بالملح يا حبايبي. معايا هنا 2 مرقه. المرقه دي بتديله طعم حلو يعني عشان مفيش شوربه وكده، فبحط له 2 مرقه بتديله طعم جميل وحلو. هديله تقليبه بس كده خفيفه. وربط عليه كده يا حبايبي. وبكده يا حبايبي الكفته خلصت معانا اهي. الكفته اهي معانا هشه وجميله، شوفي قلبها من جوه اهي. افتح لكم صابع تاني اهي جميله. كده يا حبايبي غدانا خلص، ومعانا الرز البسمتي اهو، معانا حاجه ساقعه ومعانا حاجه ساقعه. وكده اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وتكون فيديوهاتنا سهله وبسيطه عليكم وخفيفه. وما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم.